مساء الخير. خلاص الدراسة داخلة علينا الأسبوع الجاي، وبنحتار كل يوم في السندوتشات، والولاد بيحبوا اللانشون بتاع المحلات، وطبعا احنا عارفين ان هو مليان بلاوي يعني وكوارث ومش نضيف خالص ومش صحي. وربنا العالم بقى هو ايه المكونات اللي داخلة فيه. لا، تعالوا نعمل لانشون فراخ صافي من غير جبنة ولا بيض ولا الكلام ده كله، وكمان هيعمل معانا وزن كتير، هيكفي معانا فترة. شوفوا اللانشون طري حلو جدا، طعمه فعلا هيعجبك قوي، وانتي بتعمليه هتلاقي ريحته كده طالعة مالية الدنيا. بس لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي مادونا. يا رب القناة تعجبك وتعملي لايك وشير للفيديو لو عجبك، ومستنية بقى كومنتاتكم. تمام. معايا نص كيلو بانيه، 400 جرام، لو عندك 400 جرام كده عادي مفيش اي مشكلة. تمام. النص كيلو اليومين دول بحوالي 80 جنيه 85 في الحدود دي. نص كيلو هيعمل لنا صدقوني كمية كويسة، وهتشوفوا في الاخر. ببتدي اطلع اي جلود اي عروق في الفراخ، انا مش عايزاها خالص، انا عايزة الفراخ صافي. اي جلود شوفوا كده زي ما انا بطلع القشرة كده اللي بتبقى على الفراخ دي. طلعوا اي حاجة موجودة. تمام. وقطعتهم قطع كده زي ما انتم شايفين، ودي الجلود اللي معانا. مش هتدينا نتيجة حلوة لو حطيناهم مع اللانشون. تمام. بجيب بقى الكبة، محضرة الطعام، اي حاجة تعرفي تفرمي فيها الخلاط افرمي. انا عايزة بقى افرم الفراخ دي ناعم خالص، عايزة انعمها تماما. كده فرمنا الفراخ. ننزل الجوانب ونفضل نفرم فيها لحد ما تنعم تماما. معانا بقى نص كوباية نشا، المج بتاع الشاي عادي، عادي فيه نص كوباية نشا. تمام. معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة توم بودرة، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود. وهنا معانا 2 باكت من المرقة الفورية، مرقة الفراخ. مش عايزين تحطوها مفيش مشكلة، بس زودوا التوم البودرة شوية، ومعاه بهارات فراخ او مكعب وتفركيه كويس، بس هو الافضل المرقة الفورية. ومعانا معلقة كبيرة بيكنج باودر. تمام. وكمان معلقتين زيت، معلقتين بس، مش هنستهلك في اللانشون غير معلقتين زيت، عشان كده بقول اللي عاملين دايت هينفعهم جدا، ما فيهوش اي سعرات عالية خالص. وكوباية مية متلجة. وابتدي بقى اضربهم مع بعض كويس قوي، انا عايزة الخليط يندمج مع بعض وما يبقاش فيه اي مكون من المكونات باينة معايا. تمام. زي ما انتوا شايفين اهو كله اختلط ببعضه. انا بقى بحب دايما اسويه في الكوبايات الازاز، امن حاجة، وعمر ما كوباية كسرت معايا ولا اي حاجة خالص. تمام. وهوريكم الكوبايات دي لومينارك، نوع نضيف. هتلاقوني بقى زودت الكوباية الرابعة، نوع من الانواع الرخيصة خالص، وبرده كله بيطلع زي الفل. بدهن الكوباية بالزيت كويس، لازم ندهنها كويس. تمام. واول طريقة بقى لصب الخليط في الكوبايات، يا اما بالمعلقة زي ما انتم شايفين، بس هو الموضوع كان رخم شوية بالمعلقة، بس حبيت برضو اوريكم الطريقة. وببتدي اضغط على خليط اللانشون كويس، عشان بيبقى فيه فراغات، انا مش عايزة الفراغات دي تطلع معايا لما اللانشون يستوي. فزي ما انتم شايفين كده بفضل ادوس كده على اللانشون كويس. تاني طريقة، بتجيبي كيس حلواني، كيس سندوتشات، اي كيس، وتفتحيه من تحت كده وتحطي فيه الخليط. اهو زي ما انت شايفة كده بالخليط بيتصب بمنتهى السهولة، والدنيا لطيفة وزي الفل. المتبقي معايا شوية خليط، فهجيب مج رابع هيتبقى فيه شوية. وحاولوا تخلوا المج بالكتير قوي يبقى مليان، يعني كوباية الا ربع، تلتين الكوباية، يعني ما تملوش للاخر، عشان هو حجمه بيزيد وبيفور شوية. تمام. ببتدي بقى انزل كل الزيادة، اي حاجة متبقية في الكيس انزلها. بتخبطي كده، تحاولي ان انتي تتخلصي من الفراغات، عشان الفراغات دي هتخلي التقطيع كده بتاع اللانشون مش حلو قوي. انا برضو جبت خلة
وفضلت اضغط كده اللانشون علشان اي فراغات معايا تروح، اي حتت فاضية كده في الكوباية، لا اللانشون يبقى مكبوس كده في بعضه. يعني انا عملته بالخلة وبرضه هضغطه بالمعلقة. دي معلقة برضو دهنت ظهرها بزيت علشان اعرف قدر الامكان ان انا اساوي وشه شوية. تمام. انا برضو بفرد وشه وبحاول اضغط لتحت. ينفع طبعا اللانشون ده تعمليه فرول، اللي هو البلاستيك الغذائي. برضو بتضغطيه كويس قوي وتلفي فيه كويس قوي وتطلعي اي فراغات هوا وتلفي بفويل. بس انا بحب طريقة الكوبايات دي، بتبقى ارتاح معاها يعني. دي بقى ميه غلت، وجبت بقى فوطه حطيتها في الحله كده من تحت الكوبايات. معلش انا عارفه كل مره في مقطع كده بنسى اصوره. غطيت الكوبايات الاول بورق زبده وبعدين بورق فويل. اوعوا تغطوا بورق فويل مباشر، بيتفاعل مع الاكل ومش صحي خالص. تمام. وبغطي الحله بس اخليها مواربه. بياخد على البوتاجاز من حوالي 50 دقيقه لساعه. ده بعد ما طلع بقى وبرد، يعني انا سبته هو طلع بسهولة جدا من الكوبايات وسبته لما برد خالص، وبعدين غلفته بالبلاستيك راب زي ما انتم شايفين كده. غلفت كل واحدة وشيلته في التلاجة لحد ما سقع. وبعدين بقى طلعته عشان اقطعه كده واوريهولكم عامل ازاي. انا دايما بطلع واحدة واحدة اقطعها واخليها على رف التلاجة، والباقيين كل واحدة متغلفة ومقفولة كويس واشيلها في الفريزر. علشان طبعا ده مفهوش مواد حافظة، فلو اتشال كتير في التلاجة هيبوظ معاكي. طعمه حلو جدا. الطبق اللي كان مليان في اول الفيديو كل ده من كوباية واحدة. يعني كل الكمية دي يعني طلعالك من نص كيلو فراخ. طالع بالظبط الوزن. انا وزنته لقيته كيلو الا ربع لانشون. كيلو الا ربع بحوالي 85 جنيه او 90 جنيه. مفيش ولا نوع جبنة مدي كيلو الا ربع بالسعر ده. ارخص حتى من البيض. وبتاكلي فراخ صافي لو عاملة دايت ممتاز، بروتين وما فيهوش اي دهون ولا اي حاجة مش صحية داخلة فيه. شوفوا الكمية دي كلها من مج واحد. بس زي ما قلت لكم لازم تحتفظوا بيه في الفريزر. فعلا طعمه حلو جدا، مغذي صحي، ارخص من منتجات كتير، وفي الاخر انتي بتاكلي ولادك فراخ. فراخ مش حاجة تانية. مش بدايل، مش جبنة، مش اي حاجة يقولك انتي عاملة لنا حاجة مش حلوة. لا، انتي عاملة لهم لانشون فراخ صافي. اتمنى يكون الشرح عجبكم واكون خفيفة على قلبكم والفيديو يكون عجبكم.